ألا فاتقوا الله، اتقوا الله عز وجل واجتنبوا الكذب فإنه لا خير فيه. اجتنبوا الكذب فإنه جماع كل شر وأصل كل ذنب كما قال الماوردي. اجتنبوا الكذب يا عباد الله فإنه بريد الكفر والنفاق كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. اجتنبوا الكذب يا عباد الله، خصوصا في زمنكم هذا الذي سهل فيه التواصل بين الناس، فصار الواحد يتلقى الأخبار والأقاويل ثم ينشرها يا عباد الله من غير تحر ولا تثبت ولا تمييز بين الصادق منها والكاذب، فيكون بذلك أحد الكذابين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه الإمام مسلم. هذا يا عباد الله في الذي يحدث بكل ما سمع، فما ظنكم بالذي يكذب ويتحرى الكذب والعياذ بالله؟ هذا الكاذب يا عباد الله يكون ساقط العدالة ويكون محذورا من الناس، لا يثقون به في خبر ولا معاملة. هذا الكاذب يا عباد الله يكتب عند الله جل وعلا كذابا. ووالله إن الإنسان ليفرق ويخاف وينفر من أن يقول له الناس يا كذاب، فما بال هذا المسكين يرضى بأن يكتب عند خالقه كذابا والعياذ بالله. وأعظم من هذا عباد الله ما ينتظر الكذاب بعد موته من العذاب. رأى نبينا صلى الله عليه وسلم رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق. رأى رجلا جالسا ورجلا قائما بيده كلوب، فأتى ذلك الرجل الذي هو جالس إلى أحد شقي وجهه، فأخذ بشدقه يا عباد الله يشرشر شدقه إلى قفاه، وأنفه إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم ينتقل إلى الجانب الآخر فيفعل به كذلك، فما ينتهي حتى يصح الجانب الأول فيعود فيفعل مثل ما فعل أول مرة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقيل: إنه الرجل يغدو من بيته يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. رواه البخاري. نعم عباد الله، يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، كحال بعض الناس اليوم حين ينشر الكذب في وسائط التواصل، وهي أحق أن تسمى بوسائط التقاطع والتفاصل. ينشرها فتبلغ إلى العالم يا عباد الله. إنه داخل في هذا الوعيد إلا أن يتوب إلى الله أو يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. معاشر المسلمين، إن هذا الوعيد الشديد ترتعد له الفرائص، يجعل المسلم مجتنبا للكذب حريصا على الصدق يا عباد الله، كل ذلك حفاظا على دينه وحفاظا على مروءته. نعم عباد الله، حفاظا على مروءته، فإن الكذب لا يليق بالرجال ذوي المروءة. إن الكذب لا يليق بالرجال ذوي المروءة. ثم إن من تمت مروءته وكملت رجولته لو قيل له إن الكذب حلال والله ما يكذب يا عباد الله، لأجل أن لا يحط من قدره وأن لا يحقر من شأنه. ولقد صدق من قال: وما شيء إذا فكرت فيه بأذهب للمروءة والجمال من الكذب الذي لا خير فيه وأبعد بالبهاء للرجال.